هنعمل مع بعض شوية عدس كده يدفونا في البرد ده. طريقته سهلة جدا وبيبقى مفيد قوي. وهقول لكم بقى على سر اتعلمته من مامتي بيخلي طعمه في حتة تانية خالص. يعني اللي مش بيحب العدس اكيد هيحبه بالطريقة دي. تعالوا بقى نشوف هنعمله ازاي. في حلة هنزل بشوية زيت، وهنزل ببصلة كبيرة واتنين طماطم واتنين جزرة وتلات فصوص من التوم. قطعوهم بأي تقطيعة كده كده هنضربهم، فمش فارقة خالص التقطيع. تشوحوهم شوية وبعد كده تنزلوا بمعلقتين صغيرين من الكمون، معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، ومعلقة صغيرة من المرقة الفورية. ممكن تستخدموا مكعب مرقة كامل، ورشة من الفلفل الأسود. هتشوحوهم كده مع البهارات، وبعد كده هتنزلوا بكوبايتين من العدس الأصفر. أنا غسلاه ومصفياه من المية كويس جدا. وبرده هتشوحوا العدس كويس قوي كده مع الخضار والتوابل. بعد كده هننزل عليه بالميه المغليه، ويا دوبك هنغطي العدس بالميه، مش هنزود ميه قوي علشان ما يطلعش خفيف معاكم. اول ما يغلي كده هتوطوا النار وتخلوها اقل من المتوسطه، وتغطوه وتسيبوه بقى يستوي براحته. هنحمص له بقى شويه عيش بيبقى حلو قوي معاه. هنجيب العيش ونقصه كده بالطول، وبعد كده نمسكه ونقطعه مكعبات صغيره بالشكل ده. هنزل عليه برشه من الزيت ورشه من الملح والكمون، وبكون مشغله الفرن على اعلى درجه حراره، وادخل بقى الصينيه كده على الرف الوسط، ومن وقت للتاني ممكن اقلبه علشان بس يتحمص من كل ناحيه. وادي العدس بتاعي استوى بقى حلو جدا. اول ما الجزر كده تلاقوه استوى يبقى اعرفوا ان كل حاجه استوت، لان هو اكتر حاجه بتاخد وقت في السوا. هضربه كويس جدا بالهاند بلندر او ممكن في الخلاط، بس تسيبوه يهدى شويه عشان الخلاط بتاعكم ما يبص. وده القوام بتاعه حلو جدا. هظبط بقى الملح واقلبه، وبعد كده هحمر له بقى شويه شعريه. اجيب معلقه كبيره من السمنه، انزل بنص كوبايه من الشعريه واحمرها بقى لحد ما اوصل للون اللي انا عايزاه. انا بحب اغمقها شويه، ممكن تخلوها ذهبي فاتح او غامق زي ما تحبوا حسب ذوقكم. هنزل بقى بالشعريه الحلوه كده على العدس بتاعي واقلبه، وعلشان الشعريه هتقله اكتر فبزود له شويه من الميه المغليه. وما تزودوش الميه قوي، يعني حطوها كده بالتدريج لحد ما توصلوا للقوام اللي انتوا عايزينه. والسر اللي اتعلمته من مامتي، في نفس الطاسه اللي حمرت فيها الشعريه بنزل بمعلقه كبيره من الزيت وبصله متقطعه صغير قوي، عليها رشه من الملح والكمون. هقلب البصله دي لحد ما تصفر معايا وتبقى باللون اللي انتوا شايفينه ده. وهاخد البصله دي وانزل بيها على العدس واقلبه، وهتدوقوا احلى عدس كلتوه في حياتكم. هتقلبوه وتسيبوه على نار متوسطه لحد ما الشعريه والبصله تستوي معاكم. وبس كده بقى جاهز عندكم احلى شوربه عدس. تغرفوها بقى في الطبق وتحطوا عليها العيش المحمص الخطير، وتتاكل وهي سخنه كده علشان تدفيكم. بجد دي احلى شوربه عدس هتجربوها. واحلى حاجه فيها البصله المتحمره اللي بنعملها في الاخر. انا اتعلمت الطريقه دي بصراحه من مامتي بس، وما اعرفش كان كل اللي حواليا بيعملها بطشه الثوم. هستناكم تجربوه وتقولوا لي رايكم. وهطلب منكم طلب وانتوا بتعملوه، افتكروا مامتي وادعوا لها دعوه حلوه. جربوه، انا واثقه جدا انكم هتحبوه.